السلام عليكم اعزائي المشاهدين، احنا اليوم في منطقة الزعفرانية في حي الرشيد. هاي بنزين خانة. البنزين خانة هنا قبل كان فايدة الناس بنزينهم، الغاز مالتهم، مثل ما تشوفون هسه صحراء. اجى المقاول حسب ما يقولون اهل المنطقة، ما اعرف يعني دا يعمرها، شو صار لها سنين على هاي وضعيتها. خذها بالكاميرا شوف باعوا شلون مهمولة، شلون متروكة، بقت صحراء بقت. يعني بدل ما يعمرها خربها. مرتضى شنو اللي صار ببنزين الخانة مالتكم؟ والله هاي كانت تشتغل على البنزين الخانة. نعم. سدوها قالوا صيانة. زين. والله هاي راحت ايام قلت ايام تركوها، قال يا ليش هيك يا المقاول ماخذ الفلوس وشارك. بلي. زين ظلت هسه هاي. نعم. زين لا هي سووها يعني كانت فايدتنا، يعني هسه احنا لا نريد نروح نفول من الدوره. زين. يعني ان شاء الله صار الشغل تجي نزدحام. بلي. ونروح ونردي. نعم. يعني هسه بالليل لو تجي تشوفها يعني تشوفها مو بنزين خانه هاي. الاشكال والوان اللي هنا يلبسون الكلاد شروب ما شروب، يعني عبالك يعني مو بنزين خانه، عبالك ما اعرف شنو شروب، شنو فهمني عبالك يعني ملهى او شيء يعني. لا اله الا الله. شروب هاي السيارات يعني ما اعرف مو بنزين خانه يعني لا حد زين انتم اهل المنطقه من تشوفون هذول اللي يجيبون البنات اللي يجيبون الشروب، ما دخلتوا ما رحتوا اشتكيتوا مركز الشرطه؟ اشتكي لا هي السيطره يمهم، الدوله تروح وترجع وعايفيهم يعني لا هي الدوله ما تحكي احنا نحكي. لا اله الا الله. لا حد يجي ولا حد يجي ولا. كانت فايدتكم هاي؟ فايدتني هاي البنزين خانه الزعفرانيه كامله ما يكون كذا عليها. زين. يعني هسه احنا لا نريد نروح للجبهه، نروح مال سلمان يلا نفول. زين لا ما هي يمنا كانت فايده العالم، الغاز عليها والنفط كله عليها. وهسه زين انتم هسه مين تاخذون البنزين؟ نفط البنزين والغاز الدوره نتحمل الازدحام مال المعسكر، وراجع نتحمل مال المعسكر العمود، هاي نجيب الغاز وتجيب نفول سياراتنا هاي بنزين. هاي المعاني يعني هاي البالي هو بس المعسكر يراد لي يعني ساعه يلا نعبر من عنده الازدحام مالتي. واضح. شكرا مرتضى. هنا المعد برامج العراقيه استاذ علي الله يسعدك. اهلا وسهلا زميلي العزيز. استاذ علي شنو اللي قاعد يصير بهاي البنزين؟ والله العظيم يعني الحقيقه المفروض المفتش عام وزاره النفط بلي ان يعتقل هذا المقاول اللي باقي الفلوس مال هاي المحطه. هاي المحطه صارت بالسكر طبعا ليليا هنا سكر وعربده وبنات وسيارات، يعني صارت كانما مكان ملهى ليلي. زين هاي المحطة هي خادمة المنطقة أهل الزعفرانية، والحقيقة قبل 3 سنوات أنا سويت تقرير بها. اجى الرجل من مكتب المفتش العام يقول أنا ما عندي علم. زين المفتش العام أنت مفتش عام شلون ما عندك علم بهذا الشيء؟ فإحنا ندعو السيد وزير النفط باتخاذ الإجراء اللازم بحق هذا المقاول اللي باقي الفلوس. نعم. أخوي العزيز بعد احكي لنا عن هاي المنطقة. والله أخوي أنا هاي البنزين خانة مني يعني من قعدت اذت العالم كلها. اول شيء منطقه المدان، منطقه جسر دياله، منطقه الخالصه، منطقه الزعفرانيه كلها حملها على هاي البنزين خانه. صار حملها وين؟ على الدوره، تروح من هناك تفوت. يعني انا اقول مكان مال العالم هاي الضغط مالتها كله يصير لغات، يشوفون لنا الحل لهاي البنزين خانه. وزير النفط يشوف لنا حل، يشوف لنا المقاول الباقي فلوسها. زين يعمرون وزاره النفط مثلا اخذتوا فيديو معين او صور معينه قولوا لهم يابا تعالوا شوفوا اللي قاعد يصير بهاي البنزين خانه؟ قلنا بالبدايه يقول يعني حاولنا يقول ما عندنا علم. انه يعني مقاول بايق فلوس بنزين خانه وما عندنا علم، انت بنايه لا اله الا الله. وزاره ما عندها علم، مقاول بايق فلوس بنزين خانه مهموله. صار لها ب5 سنوات او 6 سنوات وايد صار لها فتره طويله. نعم طويله حيل. بس احنا نشكرك طبعا مثل ما تشوفون اخوتي البنزين خانه يرثى لها. هاي هنا ازبال، وهذا المكان صور هاي البنايه مكان للشرب، مكان للدعاره جلكم الله حسب ما يقولون اهل المنطقه، وخراب. رساله مباشره الى وزاره النفط ومكتب المفتش العام بين يشوف البنزين خانه في الزعفرانيه حي الرشيد، وتعالوا شوفوها يابا شلون صايره، مكان اجلكم الله للدعاره ومكان للشرب، وبعدين كانت تخدم الناس وتفيدهم. فنرجو بفتح تحقيق شامل ببنزين خانه الزعفرانيه. لوكاله الانباء العراقيه وجريده العراقيه ابو وسيم المعلم.